حياكم الله واهلا وسهلا بكم. مبروك فوز الهلال على الوحدة الاماراتي، مستوى ونتيجة طبعا مع الرأفة، لان الهلال كان يلعب بالصف الثاني وضامن التأهل في النخبة الآسيوية. والمباراة اي مباراة لازم يمر فيها احداث تحكيمية، يعني في اعاقة واضحة بالكوع المهاجم الوحدة الاماراتي عمر خربين، يعني كان يستحق معها مدافع الهلال بابلو ماري الطرد، لكن معروف التحكيم الآسيوي نوعا ما ضعيف. والشيء الغريب بعض الجماهير تدور الزلة على الهلال بالاخطاء التحكيمية، وهذا شيء طبيعي. الهلال قاهرهم، الهلال ماكل الاخضر واليابس، متصدر في الدوري ومتصدر في الآسيوية، فطبيعي يدورون الزلة على الزعيم، يبررون فشلهم يعني الدائم كل سنة مواسم صفرية ما عندهم الهلال يبررون فشلهم فيه. يعني الكابتنية صار فيها كلام كثير وعن أدبيات الهلال، نفيز أخذ الكابتنية، سالم أخذ الكابتنية، ناصر أخذها، يعني الهلال كله نجوم، كل واحد يستحق الكابتنية. لكن المشكلة في بعض اللاعبين إذا أخذ الكابتنية ينزل مستواه، فالأفضل بالموضوع هذا عشان يقطعون الحديث فيه يعطون الكابتنية بونو لاعب كبير، كابتن المنتخب المغربي، عنده خبرة، دائما يوجه اللاعبين، يعني أشوف أنه هو اللي يستحق إشارة الكابتنية. وضع الهلال في الدوري الحقيقة مخيف جدا، يعني ما في فارق نقطي بينه وبين الأهلي والنصر، أي جولة يخسر فيها الهلال يمكن يخسر الصدارة، بعدها أكيد بيوجهون الكلام كله على إنزاكي وطريقة لعبه ويستلمون الجمهور بلا رحمة. يعني هذا وضع أي مدرب في الدوري، إذا فاز لقى المدح والثناء، وإذا انهزم وخسر النقاط يجيه نقد ويشرشحونه شرشحة. هجوم الهلال صار قوي مع بنزيما، صار يسجل أهداف كثيرة. يعني بنزيما لاعب ذكي، شاف الاتحاد السنة هذه خارج المنافسة في الدوري وضعيف في آسيا بصعوبة تأهل، وجته فرصة ينتقل للهلال ويحقق البطولات ويختم مسيرته مع أفضل نادي في آسيا. بنزيما ما فوتها، وافق على طول. يعني عشان كذا بنزيما لاعب ذكي داخل الملعب وخارج الملعب.